تعال اسمع الحتة دي مني بس. تعال نشوف إله البيض عند الإعلام المصري، إعلامي سياسي بيتكلم عن الكورة وبيتكلم إن المكسب الأهلي على الزمالك ده دستور مصري ما ينفعش يتغير. بص الفيديو ده الأول. احنا لازم نبتدي الحلقة بإن الأهلي اتغلب. الأهلي اتغلب ده خبر. بيقول لك الأهلي اتغلب ده خبر. تخيل بص على رياكشنات وشه، الأهلي اتغلب ده خبر وهيعيط. يعني مصر ما بين كل الحوارات اللي احنا فيها دي، خبر ان الاهلي اتغلب في ماتش ترفيهي ملوش لازمه في الدوري ده خبر. الحقيقة يا جماعة هذا الخبر يؤثر على مذيع هذا البرنامج تأثيرا كليا، فبتأتي أولوية هذا الخبر نفسيا وعصبيا. عارف انت الفكره ان اللي زيك شغالين في السياسه، ان اللي زيك هم المفروض بيفهمونا ايه اللي بيحصل حوالينا، ان اللي زيك المفروض هم اللي يجروا على مصلحة البلد وبيفكر في ماتش الاهلي وزعلان وبيعيط. انا مش عارف اعمل ايه للجمهور، اغير هنا مش عاجبهم، اغير هنا مش عاجبهم. الاجابة في النادي الاهلي واحدة، فوز. ما عندناش اجابة تانية. فوز دي تبقى امك مرة واحدة بس، فوز دي تبقى امك. كولر بيتكلم طبيعي، مدرب كورة عارف ان الكورة مكسب وخسارة، بس احنا كزملكاوية اللي حبنا للزمالك كل شوية بيخلينا اننا نفضل نشجع اللعبة دي في مصر، مع اننا المفروض نبطلها لان مفيش اي تكافؤ. فاهم انت 90% وانا واخد 5% وباقي الفرق واخدة 5%، فمفيش اي حاجة. بس احنا كل مرة او كل سنه احنا ورا الزمالك ده من غير سبب، يعني من غير ما نشوف ان احنا احنا ممكن نكسب دوري ولا الكلام ده. احنا ورا الزمالك، احنا كنا عارفين ان احنا في الضياع، الزمالك هينزل، بس احنا اهو بنشجع وسبحان الله ربنا بيكرمنا عشان احنا جمهور محترم، ونادينا برضه نادي محترم وادارتنا اداره محترمه، مش زي اشكالكم او اشكال شوبير او غيره من الناس التعبانه اللي بتشجع النادي التاني. ما بقللش من حد من الاهلاويه، بس انت وزيك اللي عاملين التعصب في مصر. مع السلامة.